خناقة شوارع في مران الزمالك بسبب عروض بيراميدز. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. حسب مصادر صحفية قوية داخل نادي الزمالك، حالة من الهرج والمرج تسيطر على مران الزمالك بين اللاعبين والجهاز الفني، تسبب فيها محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أسامة نبيه. بدأت الحكاية باجتماع بين شيكابالا واخوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق، وفجأة وهم قاعدين على انفراد تام يقتحم الغرفة عليهم اللاعب يوسف أسامة نبيه ويوجه شتايم وسباب لمدربه خوان كارلوس أوسوريو، ويقول له: انت بقى ما تعرفش ابويا يبقى مين، وبتتكلم علينا في المواقع والفضائيات وبتقول ان انا لاعب هارب لبيراميدز. انا بقى جاي اعرفك انا مين وابويا يبقى مين. طبعا شيكابالا كان واقف مصدوم جدا من اللي بيحصل، وحاول بأكتر من طريقة انه يهدي يوسف أسامة نبيه ويقول له: يا ابني اهدى، الراجل كده كده مش فاهم انت بتقول ايه. شيكابالا كان فاكر ان يوسف أسامة نبيه هيحترمه عشان هو كابتنه، لكن ده ما حصلش. بالعكس، يوسف أسامة نبيه كمل الخناقة مع شيكابالا وقال له: انت مدخل نفسك ليه في الموضوع من اساسه؟ هو عشان الراجل هيلعبك اساسي هتقف ضدي؟ شيكابالا طبعا مسكتش للي سمعه وابتدى يزعق هو كمان، والامور اتطورت بينهم من الزعيق والشتيمة للزق ومد الايد. في اللحظة دي اللعيبة كلها اتدخلت واخدوا شيكابالا لغرفة خلع الملابس، والامن اخد يوسف أسامة نبيه وطلعوه عند البوابة الرئيسية، وانتهت الخناقة لحد كده. بس هل شيكابالا هيسكت على اللي حصل له مقابل انه يلعب اساسي، ولا هيكون في اجراء قانوني من المسؤولين في نادي الزمالك؟ ده اللي هنعرفه خلال الايام القادمة.